هنا بقى بنلاقي أمثلة للمنتجات المختلفة، سواء convenience product اللي بتشتريها باستمرار، مفيش مجهود كبير في الشراء، مفيش مقارنات ما بين المنتجات وبعضها، أي منتج بتلاقيه بتشتريه، ده غالبا أسعارها مش غالية، موجودة في كل حتة، زي أنواع الشاي وأنواع القهوة وأنواع معجين السنان وأنواع المية والبقالة، الجبن بقى والزيتون وبتاع، وأنواع الملح وأنواع السكر والمجلات والبيبسي والمياه الغازية المختلفة وهكذا. والشوبينج برودكتس اللي فيها بقى تأني وغالية وما بتشتريهاش كل يوم، بس موجودة في ديستريبيوترز مختلفة، وفي هنا مقارنة ما بين المنتجات وبعضها، زي الأجهزة الكهربائية بأنواعها، زي الشاشات، زي الملابس، زي التليفونات الموبايل، زي اللابتوب والكمبيوتر. في السبيشاليتي برودكتس اللي مش اي حد بيشتريها، بتحتاج ترتيب معين في الشراء، مش موجودة غير في اوتلتس او اماكن معينة، زي العربيات الفاخرة، زي انواع الكاميرات المختلفة، زي المنتجات الغالية جدا. وفي الانسوت برودكتس اللي هي انت ما بتفكرش فيها اصلا وموجودة حواليك، لكن لما حد بيدعوك انك تشتريها ممكن ساعتها تفتكرها وتقرر تشتريها، زي وثائق التأمين على الحياة، زي التبرع بالدم، وبقى زي منتجات زي الموسوعات المختلفة. دي عناوين على كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا. هتلاقوا البرزنتيشنز دي يا اما في صورة باوربوينت برزنتيشن، يا اما في صورة اوديو، يا اما في صورة فيديو عبارة عن برزنتيشن مع اوديو، علشان اي حد عايز يستفيد من الماتيريال اللي موجودة، سواء كان يقراها على هيئة باوربوينت برزنتيشن، او يسمعها عن طريق اوديو، او يشوفها فيديو على اليوتيوب، بتجمع ما بين البرزنتيشن وما بين الشرح. واتمنى ان الكل يستفيد، وان شاء الله نتقابل في سيشن بعد كده.